اهو يا حبايبي. انا مش عامله كتير، انا عامله شويه بس قليلين، سنه ملح صغيره ونشوح. خلي بالكوا ان انا كل اكلي بالميه من الكاتل. راجعوا فيديوهاتي كده ما تلاقونيش خالص بحط شوربه، ومع ذلك الاكل بيطلع زي الفل. زود ميه، اديها تقليبه صغيره كده، متقلبيش جامد في الرز، يا دوبك بس كده تحركيه من مكانه. احلى غطا لاحلى حله جميله كده صغنونه. هتعملي ايه يا سوسو تاني النهارده؟ عايزه اعمل كفته بالصلصه، خليكم معايا وشوفوا هعمل ايه تاني. اهو يا حبايبي هنقله على اللي جوه واوطي عليه، ولسه الكوسه ما تنسوش في الفرن. هعمل الصلصه بتاعت الكفته وبعدين اشوف هعمل ايه تاني. عايزين نشوف الرز. ما شاء الله ما شاء الله، شفتوا؟ فله 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 يا سوس. اهو يا حبايبي استوى وبقى زي الفل تمام. والكوسه لسه في الفرن، ناقص سنه. هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل كفته بالصلصه. الزيت طبعا انا من كل اكلي بعمله بصل مخرط. الكفته اللي بالصلصه ما ينفعش تعمل لها بصل مخرط. دي بصلايه يا حبايبي، ودول 4 فصوص توم بس مش هحطهم دلوقتي عشان التوم طبعا لو اتحط دلوقتي هيتحرق. اللحمه انا متبلاها من الصبح، بس كان تليفوني فيه مشكله فما عرفتش اصور لكم التتبيله بتاعتها. بس عامه التتبيله بتاعتها بصلايه، ملح وفلفل، شويه كزبره، شويه بابريكا، تمام يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد، بقدونس. ده تتبيله الكفته. طبعا قالوا لي ينفع يتحط معاها بطاطس يا سوسو؟ قلت ينفع. لا ما ينفعش عشان دي مش كفته بالرز، لا عادي تتحط معاها بطاطس عادي. وهنعملها وهنحط معاها بطاطس وهنشوفها مع بعض يا احلى واجمل متابعين. وما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناه ولايك لايك لايك لايك. معلش انتوا مش شايفينها، انا ما حمرتهاش، انا صفرتها. انا الحلل عندي عاليه فمش عارفه اعمل ايه عشان تشوفوا الاكل جوه عامل ايه. طبعا جبت الثوم، ويا سلام بقى لو سيكه كزبره ناشفه.
تكاتك وحركاتك يا سوسي. وشموا معايا بقى، شموا معايا الجمال والطعام. وشوية بابريكا مع البصلايه. يا سلام يا سلام يا سلام على الروايح، ومش قادرة اقول لكم الريحة عاملة ازاي. تعالوا شموا معايا وذوقوا. لا الريحة خطيرة خطيرة خطيرة. وطماطم مبشورة. يلا يلا يلا. وهنقلبها كويس قوي. انا متأكدة ان دي هتعوز صلصة، انا متأكدة. هنديها فلفل اسمر، هنديها ملح، وهنديها شوية عصير طماطم. هنسيبها تاخد وتدي كده بشكل ودي، وبعدين نزودها. وتعالوا شوفوا الرز، ايه رأيكم؟ استوى وبقى 100. ايه يا سوسو هتديها ايه تاني؟ هديها شوية سكر. يا سكر انتوا يا ناس يا سكر. وهسيبها طبعا مع نفسها كده شوية، وهوطي النار عليها، وهروح ابص على الست كوسة اهي اللحمة. وطبعا ايه ظبطتها، بس انا مرضتش يعني اصور من الاول، عشان يعني حاسه ان الفيديو ده هيطلع طويل قوي. ماشي يا حبايبي، عملتها اهي وهحمرها. والصلصه طبعا عملتها معاكم. اهي كفته، وهحط معاها بطاطس. مش شرط كفته بالرز اللي بس يتحط معاها بطاطس، لا هنحط معاها بطاطس وهتطلع زي الفل. زي ما قلت لكم هزود ميه. تغلي كده شويه، وبعدين ننقلها على العين دي، عشان احنا عايزين نحمر الكفته. فننقلها على العين دي ونحط الطاسه، ونجيب الزيت عشان نحمر الكفته. وانا قشرت بطاطستين وحضرتهم. والكوسه خلاص قربت، خلاص على وشك اطلعها دلوقتي. ننشف الطاسه كويس، وبعدين نحط الزيت. اهو يا حبايبي حطيت الزيت وسخن، وهحمر
دول يا حبايبي بطاطستين. ماشي، هسقطهم كده. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. لازم يا حبايبي الكفته دي ما تقلبوهاش، تهزوها كده، تهزوها، لا مش تقلبوها، لا ما تهزوها بس الاول لحد ما تتحرك، وبعدين قلبوا فيها بقى زي ما انتوا عايزين. المهم تهزوها كده تلاقوها بتتحرك كده. ماشي حبايبي، ما تقلبوش. قلبي اوريكم كفته اهي، شايفين لونها؟ هي لسه شويه، شايفين اللون اهي يا حبايبي. هطلعها كده في المصفى، شايفين لونها؟ ده لونها يا حبايب قلبي. لازم تحمروها كده عشان تبقى جميله وحلوه كده. بس يا حبايبي اهي الكفته هنزلها. طبعا نزلت البطاطس قبل كده، وادي الكفته نزلتها في الصلصه اهي. عايزه اوريها لكم علشان تشوفوا عامله ازاي. بصوا حبايب قلبي اهي الكفته، ولا فكت ولا اي حاجه، ومعاها البطاطس وزي الفل. ماشي حبايب قلبي، لايك واشتراك في القناه، لايك واشتراك في القناه يا شباب. وادي الكوسه طلعتها من الفرن اهي، جميله جميله جميله، مستويه وزي الفل. ماشي حبايب قلبي، وادي الكفته، وادي الرز اللي بالشعريه. حبايب قلبي حبايب قلبي حبايب قلبي، لايك واشتراك في القناه، وبحبكم في الله. ربنا يديمكم عليا نعمه يا رب، ويا رب ان شاء الله فيديوهاتي تطلع خفيفه على قلبكم، وما تزهقوش مني وما تتضايقوش مني، وتتفرجوا كده وما تبقوش مخنوقين ولا زعلانين ولا متضايقين. يلا يا حبايبي، في حفظ الله.